طب عايز اسال حضرتك، نرجع بقى ايه لبدايه القصه، هي دي الحدوته بقى. امتى قررتي انك هتشتغلي في الصيغه وتبقي ليكي فلسفه خاصه بيكي؟ والله هي الحاجات متداخله فعلا، انا مش بهرب. لا بس في لحظه اكيد لا انت خدتي انا فيها قرار أنا بقى خلاص لا مفيش والله كلام. انا لا فعلا يعني لما بروح لعم جورج او كنت بروح لمحمد، فطبعا انا كنت يعني بقعد واقول له ضيف هنا، حط هنا، شيل هنا، وبعدين ابتدينا نتشارك، وبعدين ابتدينا بالتدريج كده. لا دي لحظه برضو ايه يعني يعني انت حابه حاجه وقررتي برضو انك انت هتمشي رحله فيها يعني. فعم جورج انت بتروحي له عشان تعملي حاجات خاصه ليكي يعني؟ هضيفها في الشغل. وبعدين ابتديت فعلا بقى الحم الاول، بس اللي ابتديت اللحام مع عم محمد كان بتاع سلسله بس في الجماليه. في الصالحيه. عم محمد كان في الصالحيه، عم جورج كان في حاره اليهود. فابتديت اتعلم الحم السلسله لانها سهله بس، وابتديت من هنا اصيغ واضيف واقول له لا مش عايزه اعملها كده، لا عايزه اعملها كده، فابتديت اشتغل بايدي بقى لحد ما ايدينا. لكن غالبا بلقى كتير بيصمموا بس مش بالضروره ان هم يشتغلوا. الحقيقه ده مهم انك تشتغل بايدك. لا مهم انك تصمم بس وتكتفي عند الحته دي. انا رايي ان احنا محتاجين مصممين كتير جدا. يعني احنا عملنا كده. لازم اتعلم استخدم الخيال في المصاغ، وده هيجي عن طريق التصميم والدراسه، مش عيب ابدا على فكره. فده مهم جدا جدا ان السوق يتغذى بمصممين. في لحظه كنت محظوظه انك لقيت الصنايعي اللي يعمل لك اللي في دماغك. انا بيتهيألي الاصرار اكتر من الحظ. اصرارك على انك تلاقي حد، لا انك تبقى من الصنعه، انك تبقى جزء من الصنعه. الاصرار ده هو اللي خلاني ابقى صنايعيه شاطره. معلش انا صنايعيه شاطره يا جماعه. حلو والله جدا جدا. وانا اللي بحيف الذهب بايدي. يعني الصنايعي ما يحيفش الذهب، انا اللي يحيف الذهب. يعني انا اللي بعمله عيار، انا اللي بظبط العيار. ما سيبش ابدا للصنايعي ابدا. ليه بقى؟ ليه ما تسيبيش للصنايعي؟ عشان ما تنزلش من الدمغه، وابقى مطمنه ومتاكده لما حد يجي في الدمغه يقول لي لا ده ناقص سهم او اتنين. انا بتحيفيها ازاي بقى؟ ايه التركيب؟ يعني هنحط نحاس او فضه او بقد ايه معيار 18 21 ايه بالظبط عشان توصلي عشان اوصل للي انت عايزاه. للي انا عاوزاه. دي حاجه على فكره الف ب، مش بقول حاجه عبقريه. انا بس بصر عليها لاني انا ما حدش يقول لي ده ناقص سهم او ناقص في الدمغه. انا عندي طبعا رخصه دمغه باسمي. فطبعا عيب قوي. طبعا ما ينفعش ما ينفعش حاجه يعني تنزل. الختم اللي عليها هيبقى زينب خليفه مش هينفع مظبوط 100%. لازم. طيب احنا يعني قبل التصوير احنا اغلب اللي شفناه تقريبا فضه. بس في دهب. بس فضه مطعمه مطعم. الفضه، زبون الفضه في مصر تحديدا يعني احيانا كده بحس ان مش كل الناس بتفهمها. لا هو حصل تطور، ده بامانه. يعني اللي حصل ان الناس يعني عزه وانا وسوزي والناس دي عملت لفت نظر للفضه. وعملت لفت نظر لانك انت ممكن تبقى ديزاينر شاطر، لكن انت ازاي هتعمل بصمتك؟ طب وازاي نوصل بقى ثقافه الفضه دي لكل بيت؟ يعني ليه الفضه ما تبقاش بما انها اقل ثمنا من الذهب، ان هي تبقى هي الصيغه، هي الشبكه، هي طبعا لازم انشر الموضوع اكتر واكتر واتعامل معاه بحرفيه فعليه وبجمال. زينب خليفه الحقيقه لو شفت بره المكان ده اي قطعه هي عاملاها هتتعرف بتاعتها. ده حقيقي. لانك خدتي زي ما كنا بنتكلم حتى في حاجات اتاخدت من التراث واتطورت. وده الجزء الاساسي في شغلك. مش كده؟ لو حبيت اوصف شغلك يبقى هو ده الجزء الاساسي، تطوير التراث. بس في جزء فني نحتي. يعني انا برضو بعمل نحت جولري بالنحت، ومش ببيع الحتت دي قوي لان عايزه اعمل متحف.
متحف. لا قولي لي حكايه المتحف دي، يعني عايزه لو جالك زبون ما بتبيعهاش، بتحطيها بتعرضيها؟ عندي 10 حتت نتفرج عليها من بعيد لبعيد. من بعيد لبعيد. تمام، وبعدين؟ فدي الحتت النحت دي بنحت كتير قوي حاجات فرعوني، بنحت كتير قوي حاجات فرعوني على افريقي، بهتم قوي بالست، ده خيالي يعني. نحت الفضه يعني ايه الوسيله لنحت الفضه؟ بيبقى بالنحت زي ما بننحت في الصخر كده؟ لا مبارد بقى ومبارد مفيش بقى حاجات ممكن تبقى محتاجه؟ لا طبعا في ده حقيقي يعني، في طبعا. بس انا عايز اتخيل بس معاك الصنعه برضو، نحاول تعالى الورشه بقى، تعالى اتعلم. لا هو زي ما انت بتقول، هو انا اهم حاجه اكون بستعمل ايدي في الاركيد مظبوط، وان انا خيالي احطه على ورق كده، طبعا اللي هو المنشار يعني عشان الحاجات ان انا الدقيقه بتاعتك. استعمل المنشار، واستعمل اعرف استعمل المبارد كويس قوي.